حلقة جديدة من واجعل لي وزيرا. حلقة غريبة جدا. احنا خلصنا سيزون 1 من البرنامج. نفس الميعاد وتطلبي نفس الأكل وكل مرة ما بتاكلهوش. فتسمحي لي أعرف يعني إيه السر؟ حوالي 10 حلقات. ايه رأيك فيهم؟ ايه رأيك في ردود الافعال؟ مش نقول للناس كل سنة وانتم طيبين الأول؟ صح. احنا ليه بنلغي الحلقة؟ ليه بنقفل السيزون؟ ولا انت عشان علشان- مسيحية؟ لا. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. السيزون خلص مننا فجأة عشان رمضان داخل فجأة. صح. قولي للناس كل وإحنا سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا كلنا. ان شاء الله يجي معاه كل الخير باذن الله. دي هتبقى اخر حلقه علشان احنا هنجهز لسيزون جديد بعد رمضان ان شاء الله. و ايه رأيك بقى في ردود الافعال؟ ايه رأيك في السيزون كله 10 حلقات؟ انا ما كنتش متخيلة ان هم 10 حلقات عدوا بكلام بخبرات بمواضيع مختلفة تماما. احساسك ايه ناحيته؟ بصي انا مش جديده على السوشيال ميديا وبقالي 5 سنين بستقبل من السوشيال ميديا يعني فايبس حلوه قوي قوي، لكن الحقيقه اجعل لي وزيرا ده حاجه مختلفه جدا. نمره واحد لانه كانت حاجه طبيعيه وتلقائيه، كنا بنتكلم مع بعض انا وانتي عادي، ومن كتر ما احنا مستمتعين بالكلام قلنا يلا نشير مع الناس. يعني بدات الفكره كده اللي هي طاقه في دماغنا، مش مشروع زي مشاريع الشغل. الحقيقه اوريدي انا بستقبل الكلام دوت بقالي فتره ان هو بيعالجني وبيحسسني ان انا لسه عايشه، اللي هي ممارسه الحقيقه زي ما اتفقنا. بس حقيقي ال10 حلقات دول غزوني بطاقه محبه، فرحوني قوي قوي قوي، بالذات فيما يخص خالد. يعني بقى انت بتشوفي بقى في ستات بتجيلنا العياده واول ما تدخل تقولي انا بدعي لجوزي ربنا يكرمه زي ما اكرمك، وهي ما تعرفوش. ففرق معايا قوي قوي قوي. واحلى كلمه سمعتها توجت الاحساس ده برضو مريضه جميله بحييها، هي عارفه نفسها، جت لنا العياده وقالت لي انا بحسك قريبه مني وبحسك قريبتي، وبعدين قالت لي كده لقب، قالت لي قريبه كل الناس. فاكره اليوم ده؟ انا فضلت يعني سكرانه بالفرحه بالكلمه، عملت لي طربتني كده، عملت لي نشوه. قريبه كل الناس، زي ما تكون الست دي اختزلت احلامي ان انا اللي انا عايزه اوصل له من الشغل في السوشيال ميديا جنب الطب. نفسي اقرب من كل الناس. انت بقى علشان انت اكيد عندك ردود افعال مختلفه اكتر، لان دي اول مره تكوني موجوده بتكلمي الناس ان بابليك. ده حقيقي ان انا فعلا خالفت هوايا زي ما احنا قلنا في الاول. ده حسسني ان انا طلعت شويه من العزله اللي انا حطيت نفسي فيها اجباري. انا ما كنتش على موضوع العزله بتاعتك ده، اللي هتبقى حلقه دي حلقه العزله. ما كنتش يعني هي اجباري فعلا، لان انا كنت اجتماعيه جدا جدا جدا. بس ده حسسني ان لسه في امل، ان لسه في ناس ممكن تقول كلام حلو وهي مش عارفاني ولا اي حاجه، وحسستني ان انا مرتاحه، ان انا بطلع شويه من اللي جوايا وبتكلم. حصل لك ثيرابي زي ما حصل لي ثيرابي. صح. ليكي حلقه، ليكي يوم. الناس بقت انت معروفه كويس قوي قوي لكل الناس اللي بيجي لنا العياده بقالك سنين، لكن السوشيال ميديا حاجه تانية، نسبه قليله منهم هم جمهور العياده. ده حقيقي. فاول مره الناس تعرفك وكميه اسئله عنك. حلقات الناس بتقترح حلقات، احكي لنا جاكلين، احكي لنا الهام جاكلين. ودي حاجه حلوه قوي، انه من احلى الحاجات اللي عملها سيزون 1 انه رجع للناس الثقه في الحب ورجع للناس الثقه في الصداقه.
ده حقيقي. وقصة الصداقة دي برضو ليها حوار كبير. أنا لسه سامعة امبارح تعليق من حد قريب مننا احنا الاتنين، بيقول اللي انتوا بتعملوه ده شكل مختلف تماما، ويتهيألي مش مكرر ولا هيتكرر، بس أنا عندي أمل إنه يتكرر. لا، ما حدش عارف يقلده، لأنه لازم يطلع من حاجة من القلب. لكن هو بيقول حاجة اللي هو إن ممكن تتكلم عن حقيقة وتوصل للناس من غير تقعير، من غير زواق علشان تتحب. ده الانتقادات من الناس بحبها، صح. اللي هو دعاء احنا بنحبك، ما تتكلميش عن نقاط ضعفك، ما تبقيش اكسبوزد قدام الناس. ده يجي لنا عند السؤال أسوأ تعليق وأحلى تعليق في الرحلة دي كلها في ال10 حلقات. حاضر. اللي هو الكومنتس، النقد اللي هو ما تتكلميش عن نقاط ضعفك، وده نقاط ضعف دي انا بتكلم منها عشان اعيش الحقيقه، عشان احصل على الثيرابي. ده انا اعتبره نقد. لكن اسوأ تعليق بقى، ده اسوأ تعليق، ده وجعني قوي. لقيت حد باعت لي كده وبيقول لي ايه يا ستي، هو ما فيش حد غيرك حب مش غيرك. كفايه بقى وبتاع. فدخلت لها على الانبوكس وبتاع، فوجئت ان هي ما تعرفش ان هو خالد مش موجود. وحتى بعد كده انكسفت واتحرجت، بس هي ضايقتني قوي لما قالت الكومنت ده في الاول. قالت ما حدش اتجوز ولا حب غيرك. وجعني قوي واتخضيت. واحلى تعليق، احلى تعليق كان على اخر حلقه. اللي هو انا اخر حلقه دي كنا بنحكي عن ازاي ربنا بيصنع كل انسان على عينه. فانا اللي حكي القصه، وجالي تعليق من صديقه مشتركه لينا احنا الاثنين على الكومنت، انه وريتوني ان ربنا ما بيعملش حاجه وحشه. فببص كده لقيت نفسي رجعت اقرا القصه تاني، قرايه ثالثه. وشفت النعمه في كل النقم اللي في حياتي، اللي قصه الحلقه وقصه غير الحلقه. يعني حسيت انه في حكمه، في حاجه بتغذي الروح. فاذا انا اللي بطلع الحاجه للناس روحي اتغذت، يبقى اكيد الحاجه اللي انا بقولها دي فيها قيمه وفيها الهام. طيب انتي احلى تعليق جالي؟ احلى تعليق جالي فرحك؟ لا، في تعليقات كتيره قوي. في تعليق برضو مريضه، هي مريضه ليكي من زمان قوي، ولكن انا عرفتها يا دوبك من 2 او كده، وقالت قد ايه احنا قصرنا فيها، ومش طبيا بس. أيوة. نفسيا. ايوه، رجعنا لها الامل في حاجه حلوه في الدنيا. وقالت وذكرت بالاخص موقف انا قلته لها وهي في المستشفى، ان كنت بقويها نفسيا. هي كانت في لحظه انكسار قوي. بوسه ليها، انا وانتي حافظينها كويس جدا، بنموت فيكي وانتي عارفه نفسك. جدا. فده اثر فيا، لاني كنت بعمله كده عادي، مش مركزه ان انا بعمل ده، وهي اتحفر جواها. ربنا يستخدمك دايما. امين. واحنا ليه مغيرين اللوكيشن بقى؟ عشان الناس حابه الجنينه، وهنرجع تاني للجنينه بالتاكيد، بس احنا في ترتيبه حصلت تغيير. هو كان في حلقه في الجنينه الحقيقه وجاهزه اجلناها بعد رمضان، لانها فيها موضوع مثيره للجدل جدا جدا، مثيره للجدل. فقلنا نخليها بعد رمضان عشان تركزوا فيها كده ويبقى بالراحه. تفتكروا ايه الموضوع اللي احنا يعني حبينا ناجله، وعشان كده طلعنا نقفل القفله دي، وعايزيننا نكمل ازاي؟ ممكن نغير ايه؟ ممكن نتكلم عن ايه؟ ادولنا اقتراحات كده. اخيرا عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وبجد شكرا ليكم. كل حد كتب حرف في كومنت على سلسله الفيديوهات دي بالذات، هو نور قلبي وروحي، ونور قلب وروح جاكلين، ودعوا لنا ربنا يحافظ على الصداقه اللي بينا. وكل سنه وانتم ايوه، وهارون الجميل، وربنا يتمم على خير كل حاجه حلوه اي انسان بيعملها من قلبه. كل سنه وانتم طيبين، ونشوفكم ان شاء الله في سيزون 2 من اجعل لي وزيرا. رمضان كريم. رمضان كريم.